مساء القمر. اول مره اعمل فيديو بالطريقه دي بس حاساه حلو. بصوا انا مش برتاح عموما في اللي هو كده، بس يعني حاسه ان كل الناس اللي عندهم قنوات على اليوتيوب يعني بيصوروا بالعرض مش بالطول. فقلت اعمل ايه اصور بنفس الطريقه دي النهارده. حاساها حلوه وحاساها مختلفه، بس انا مش متعوده ان انا اتصور كده خالص، حتى لو الفون معايا بتصور سيلفي مش بتصور كده خالص. ف بفكر الفتره الجايه اعمل حاجات جديده جدا عليا واجدد في الفيديوهات بتاعتي وعاوز. وبجد بجد انا زعلانه قوي من المشاهدات عندي، مش عاجباني خالص ومش احسن حاجه. بس انا عارفه ان ده كان تقصير مني لما انا بعدت شويه، ومش عارفه بقى مش عارفه هقدر ارجع الروح ده ولا لا. بس الحمد لله انا دايما متفائله خير، وبما اني موجوده دايما ان شاء الله هعمل الاحسن، وباذن الله ربنا يقدرني وما بعدش عنكم تاني ابدا ابدا ابدا، عشان بجد انتوا بتوحشوني جدا. انا عارفه الفيديو الاضاءه مش احسن حاجه، بس انا عشان دلوقتي احنا المغرب وانا خارجه دلوقتي، فقلت بقى ايه اصور لكم قبل ما انزل. وبجد بجد انا نفسي اعمل معاكم حاجات كتير قوي، منهم ستايلينج، كل حاجه عاوزه اعملها معاكم. انا زي ما قلت لكم بعدت عن كل حاجه عن السوشيال ميديا، وبجد انا حابه المكان معاكم هنا وحابه ان انا اكمل معاكم. وكل وقت دلوقتي بقى معاكم يعتبر، لان انا ما بقتش اتصور او كده. كل تصويري الفيديوز اللي انا بعملها لكم مش بظهر على اي حاجه تانية، فباذن الله هيكون معاكم على طول. عاوزه اتكلم النهارده عن حاجه مختلفه، حاجه انا المفروض ان هي مش تخصصي وان انا ما اتكلمش فيها اصلا، بس قلت ايه بقى بما انك جربتيها وبما انها حاجه حلوه حتى لو مش تخصصك، اطلعي وقولي لهم عليها وانصحيهم بيها. انا عارفه ان في ناس كتير سواء نظرهم كويس، سواء اللي نظره ضعيف، سواء اللي نظره كويس، كلنا بجد بجد بنعاني من قله ترطيب. يعني احنا بنهتم بترطيب كل حاجه، وشنا جسمنا كل حاجه، بس مش بنهتم بترطيب العين. مع ان بجد يا جماعه فكره اننا نرطب عينينا ده احسن حاجه ممكن نعملها في يومنا، سواء بالجفاف، قله جفاف، قله ترطيب، مش بنهتم بيها. ومع ان بيدخلها حاجات كتير مننا، حتى لو مش بتلبسي لينسز كتير زيي او زي حد تاني، ممكن بتحطي كحل كتير، بتحطي ماسكارا كتير، ولما تيجي تغسلي طبيعي عينيكي بتتاثر باي حاجه، حتى في يومك العادي، حتى لو انت مش بتحطي اي حاجه، لو انت بس ماشيه كده في الشارع وفي تراب وفي كلام من ده، عيونك بتتاثر باقل حاجه. وطبعا عيونك مهم بالنسبه لي، فقلت اقولك زي ما قلت لكم. انا عارفه ان الفيديو النهارده ممكن يكون سريع او الاضاءه مش احسن حاجه، بس ان شاء الله الفتره الجايه ههتم اكتر ان انا اكون طالعه باضاءه كويسه، الصوت كويس. ان شاء الله هجيب مايك يا جماعه، فكروني بس. ان شاء الله ما ننساش يعني الموضوع ده. وكنت بتكلم عن الترطيب. لازم طبعا نرطب عينينا كويس جدا 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 جدا، وعشان كده انا هرشح لكم قطره انا جربتها وكويسه جدا جدا، بس لازم نخلصها في شهر. ولازم لو بتلبسي لينسز تحطيها قبل اللينسز بشويه، يعني مثلا هلبس اللينسز بعد ساعه نحطها قبلها بنص ساعه. ويا جماعه ولازم تستخدموها لينسز من غير لينسز. عارفه الفيديو النهارده ممكن يكون سريع او مش مستمتعين بيا بكلامي النهارده، بس غصب عني والله يا جماعه، لان انا صورته في وقت مش مناسب. انا على فكره مصوره قبل المغرب، وفي ثانيه اليوم بجد بسرعه قوي. عاوزه اكلمكم عن قطره اسمها بولي فريش، تحفه تحفه تحفه. القطره دي لازم زي ما قلت لكم نستخدمها مدتها شهر واحد، بعد كده ما ينفعش. وهي خطيره، حجمها اصلا كيوت قوي. اسمها بولي فريش، جميله قوي قوي للجفاف وللترطيب.
وبجد بجد هتدعولي عليها لانها حلوه قوي. والناس اللي دايما بيكون حتى في احمرار في عينيهم، معلش يا جماعه انا الفيديو ده مؤثره بجد. الانتخابات هنا في الدقهليه عامله قلبان، مش في مدينه نصر بس، لا ده في الدقهليه كلها. فزي ما قلت لكم قطره اسمها بولي فريش، تحفه تحفه تحفه. هي يا جماعه 10 مللي، انا بقول كده من نفسي ثانيه واحده، هي 10 مللي فعلا. لازم تحطيها في التلاجة. معلش يا جماعه حقكم عليا، حقكم عليا. هي عارفه ان الاسم مش متظبط، بس هعكس الكاميرا واصورها لكم بطريقه احلى من كده. بس هي تحفه تحفه تحفه. ولازم برضو قبل ما تجيبيها اعملي سيرش عنها، عشان انا زي ما قلت لكم انا مش دكتوره فاقدر اقول لك. انا بقول لك الحاجات اللي انا بستخدمها. انا على فكره انا جايباها برضو بناء على انا مرشحاها لنفسي، انا ما شفتهاش عند حد او دكتور كتبها لي، انا جايباها لنفسي. فقبل ما تجيبوها برضو اعملوا سيرش عنها كويس جدا. هي سعرها 135 جنيه، هتلاقوها في اي صيدليه، بس بجد هي كويسه جدا معايا. والناس ب 125، وهي بجد يا جماعه خطيره. سواء كنت بتحطي لينس كتير، سواء عينيكي تعباكي، عينيكي فيها جفاف، عينيكي بتحسي فيها بتعب على طول، فيها ارهاق، فيها احمرار شويه، بتستخدميها. انا بستخدمها على فكره والله العظيم قبل ما احط اللينسز بشويه، وبجد والله العظيم جميله وسعرها حلو. وبجد اهتموا بعيونكم حتى لو مش هتجيبوا النوع ده. لازم برضو يكون في ترطيب للعين، يكون في حاجات، لان العين بجد بتتاثر سواء في الصيف سواء في الشتاء. لازم الترطيب يا جماعه. بحبكم جدا 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 جدا. وعارفه ممكن الفيديو يكون سريع شويه، ده شكلها اهو، قلت اصورها لكم على الطبيعه. طبعا يا جماعه هي للجفاف، ومناسبه كمان لتقدم السن، مناسبه لو بتجهدي بصرك في كمبيوتر، ميكروسكوب، اي حاجه من دي، اي حاجه في تليفون، اي حاجه في جهاز، عدسات لاصقه، كل بصوا شعور بوخز، حرقان، تهيج، جفاف داخل العين، قله رطوبه للعين، فيها كل حاجة. وبجد بجد مكوناتها حلوة. وقبل ما تستخدموها رجاء تعملوا سيرش وترجوها قبل ما تحطوا في عيونكم. ترجوا الازازة كويس جدا جدا.